ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. النهارده فيديو جديد ووصفة جديدة من وصفات العيد. كل سنة وانتم طيبين وتنعاد عليكم الأيام بألف خير. تكملة بقى لنواعم العيد، عملت معاكم كذا وصفة قبل كده، البسكوت بالزبدة وكمان البيتيفور والغريبة والكحك اللي على البارد. النهارده بقى هنعمل الكحك بالسمنة المغلية أو السمنة المقدوحة. ده بقى لو عايزة تعملي كمية كحك فبتستنى معاكي مدة أطول، انما الكحك اللي بالبيكنج باودر ما ينفعش نعمل منه كمية كبيرة وتستنى عندنا مدة طويلة. انما بقى الكحك اللي هو بالسمنة المغلية او السمنة المقدوحة احنا مش بنقدحها قوي، يعني بنسخنها بس كده ايه، اكل كحك. يعني توصل هتقولي ازاي؟ لمرحلة ان بقول هي لكم مش تكون عارفه، فايرة كده مع هتجنن الدقيق، واكل كحك. عشان برضو بنبقى عاملين فكنت كحك ناويه بسمنة ان انا بلدي، اعمل كحك. فمحتاجين ناكل فجت بقى كحكاية كده تكون بالصدفه ان ناعمة بابايا طال وطعمها عمره حلو. ربنا رب كده يرجعه فتابعي لنا بقى معايا الفيديو بالسلامه الاخر، ان شاء الله ويتقبل منه الفيديو يعجبك. ويكتبها لكل وقولوا لي مشتاق. بقى ايه فكنت رأيكم في هتبقى وصفة بتكلم مع اختي الكحك بقول لها اللي انتوا والله انا نفسي شايفينها اعمل القمر كحك دي. وعايزه اعمل فما قراقيش تنسيش وعايزه اعمل تحطيلي حاجات زي لايك كده. للفيديو قالت لي وتشتركي في قناتي لو اول مرة تشوفيني. فعلي الجرس على اشعار الكل عشان يوصلك اشعارات بكل فيديوهاتي الجديدة. وهشتغل النهارده معاكم في العجان، وتقدري تعملي نفس الوصفة بنفس الخطوات وتعجني كده الكحك على ايديكي وتبسي الكحك كويس جدا. انا بقى معانا مقدار الكحك، اخدت برضو معايا كده بولة العجان وهزود كده كيلو من الدقيق. انا مستخدمه دقيق الزعيم. هزود عليه 3 معالق كبار من السمسم او ممكن 4 معالق على حسب ما بتحبي كميه السمسم فيه. وزودت عندي رشه كده من الملح، يعني هنقول نص معلقه صغيره عشان برضو تظبط معانا كده التيست. ومعايا بقى ريحه الكحك، طبعا بتشتريها من مصدر موثوق منه، وبتختلف الروايح من مكان للتاني. فانت بقى بتختاري ريحة الكحك على حسب الحاجة اللي انت بتحبيها، لان في ريحة كحك بيكون فيها كمية قرفة عالية قوي، انما في ريحة كحك تانية بتكون ريحة كده مميزة، هي دي ريحة الكحك الاصلية. فلازم تجيبيها من مصدر موثوق منه. زودت عندي بقى السمسم وريحة الكحك، وزودت كمان رشة من الملح. وهنا بقى عندي مقدار السمنة كانت سخنت معايا، هنزل عندي بنص كيلو من السمنة. عايزة بقى تزودي سمنة بلدي، عايزة تعمليها بسمنة نباتي زي ما عملتها كده، ودي كانت أول تجربة للكحك بالسمنة النباتي، وبجد طلع طعمه حلو جدا. وهقولك برضو على تكة كده هي اللي بتميز الكحك، وهي إضافة خرج الموز. خرج الموز للكحك بيدي طعم كده مختلف وتست حلو جدا، انت ممكن تكوني بتاكليه يعني مش موجود في أي حتة تانية. فإضافة خرج الموز للكحك بجد إضافة ممتازة ممتازة. جربيها وعلى ضمانتي، يعني بتلاقيه موجود عند اي عطار، بتقولوا له عايزه خرج موز او ريحه موز. بتكون ازايز صغيره كده، ازاز زي ما شفتوها معايا كده في الفيديو. المهم برضو بنمشي بنفس الخطوات في العجان، ان احنا بنبس العجينه، ان احنا بندمج الدقيق مع السمنه كويس جدا لحد كده العجينه ما تبقى كده معاكي كريمي قوي. هسيب بقى العجينه تبرد معايا، وبعد العجينه ما بتبرد عشان برضو السمنه بتكون مغليه، هبدأ ان انا اجهز معايا كوباية واحدة من المية. مقدار الكحك بياخد معانا كوباية مية واحدة بالكوب المعياري، ولا تجودي اي حاجة تاني. هو نص كيلو سمنة هياخد معاكي كوباية من المية. لو عايزة الكحك بقى الناعم الدايب قوي 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 خالص اللي هو بيبصم ده، يا تزودي 50 جرام من السمنة او تقللي كمية صغيرة من المية، وهيطلع معاكي الكحك اللي هو ايه يعني. لا انا بصراحة بحس ان هو بيبقى التعامل فيه صعب، انما طريقة الكحك دي جربيها وبجد هتعجبك قوي. اخدت عندي برضو معلقتين كبار من الخميرة الفورية، معلقتين كبار من السكر، ودوبت فيهم كوباية من المية. زي ما انتوا شايفين الخطوات سهلة وبسيطة، ومقادير كلها بسيطة بدون اي كلكعة. هنا بقى العجينة كانت اتبست معايا، بنزل طبعا كل الجوانب وببدأ ان انا اضرب تاني في العجان، وبزود عندي مقدار المية بعد ما اتأكدت ان العجينة بردت معايا. وهزود بقى خرج الموز اللي بيخلي معانا الكحك طعمه مميز. زودت عندي خرج الموز، ومجرد بس ما بلف كده العجينة بكمية المية خلاص بقى بتتشرب معانا، ونبدأ ناخد بقى عجينة الكحك الخطيرة جدا، ونبدأ ان احنا نشكل معانا الكحك بقى المنقوش، او لو بتحبي الكحك بالبسطامه زي ما تحبي. برضو يعني امي برضو كانت تقولي لا الكحك اللي انتوا بتعملوه بالبسطامه ده ايه الكحك ده ما كانتش بتعترف بيه ابدا. كانت تقولي لا الكحك كده ما يبقاش كحك غير لما يكون ايه منقوش كده وبالمنقاش. فبصراحه انا كنت هعمل بالبسطامه، يعني انا واخده قرار ان انا هعمل كيلو الكحك ده بالبسطامه. لقيت نفسي بقى تلقائي كده ماسكه بقى المنقاش، وقلت والله لا اعمل بقى بالمنقاش، يلا كده ايه واقعد بقى انقش الكحك. وبرده بالمنقاش بيكون شكله حلو جدا، وتحسي فعلا ان هو شكل الكحك.
وكمان بقى زمان كانوا بيعملوا الكحك اللي هو اللي مفرغ من النص، اللي هو بياخدوه على شكل رول ويبداوا ان هم ايه يقفلوه كده، بيبقى شكله حلو جدا. واجيبك بقى منين يا طولة البال عشان ايه تقعدي تعملي الكحك المدور ده اللي هو المفرغ، وتقعدي تنقشيه. فالحاجات دي عايزه طولة بال جدا، ويعني ماما كانت بتحب الحاجات دي وكانت بتعملها بطولة بال. يعني اقول لها اجيبك منين يا طولة البال، تفضل تعمل الكحك بقى صغنن قوي وعلى قد القطمه والحاجات دي بجد. يعني لا، كان عندهم طولة بال جامده. واللي بتعمل نفس الكلام برضو ده خالته برضو، لما تقعد تعمل الكحك معانا تلاقي بقى ايه عماله بقى بتعمل حاجات صغيره كده. افضل اقول لها انا ما عنديش خلق ما عنديش طاقه اعمل الكحك الصغنن قوي ده. يعني شايفين مقاس الكحكه دي؟ لا، هم كانوا بيعملوا اصغر من كده كمان، اللي هو على قد القطمه على طول. فانتي بقى طولة بالك عايزه تعملي كحك كده صغنن، عايزه تعملي المقاس الكبير. انا كنت بعمله اكبر من كده كنت بعمل الكحك قد كده. فقلت لا مش مشكله، خليه ايه شكله منمق كده وحلو، واعمل الكحك ايه الصغنن شويه ده. فانا بالنسبه لي ده اقصى مقاس كده ممكن اعمل بيه الكحك، انما اصغر من كده انا ما عنديش خلق. او ممكن لو هعمل له كحك ساده من غير حشوه ملبن، هبدا ان انا اعمله اللي هو بقى الكور الصغننه دي واعملها بالبصامه. فانت بقى على حسب طولة بالك، وعلى حسب برضو ما تحبي انت بتعملي ايه. برضو طريقة حشو الكحك بتكون نفس طريقة حشو كده القراقيش بالعجوة او القرص بالعجوة، طريقتها سهلة جدا. هنا بقى كنت نقشت بقى كل كمية الكحك القمر دي. شايفين بقى شكل المنقوش كده؟ يعني شكله فعلا بيكون مميز عن الكحك اللي هو اللي بيتعمل بالبصامة. او ممكن كمان عايزة اشتري بصامة تانية غير اللي عندي، تكون ايه رسمتها واضحة شوية. فعملت بقى شوية كده بالبصامة عشان ايتم بقى اللي كانت عايزة تعمل بالبصامة، فهي بقى اللي عملت الشوية دول كده. وباقي الكمية انا عملتها كده بالمنقاش، شكلها حلو جدا. ودي كده حبايبي كمية كيلو دقيق. طبعا كمية كيلو دقيق غير لما تشتري كيلو دقيق مستوي جاهز. فهسيب بقى الكحك عندي هنا لحد ما يبرد. وهنا بقى كانت القلاية الهوائية بتقوم بدورها ان هي بتعمل تيست للحاجات دي. كنت مثلا بخلص كل الكمية على الصاج واسيبه بقى في القلاية كده اعمل تيست لكام واحدة. شايفين بقى تسوية القلاية الهوائية بجد خطيرة جدا. بس مين فينا بقى عنده طاقة ان هو يقعد يسوي الحاجات دي في القلاية الهوائية؟ هسيب بقى الكحك يخمر معايا مرة تانية كده على الصاجان، وابدأ ان انا اسويه برضو في فرن تكون درجة حرارته هادية، على درجة حرارة 180. وشايفين بقى جمال الكحك بعد التسوية حلو جدا. وانا برضو بحب الكحك يكون لونه حلو كده، يعني ما بحبش برضو الحاجة يكون لونها فاتح قوي. وناخد بقى كده الكحك الجميل ده ونقطع بقى بالسكينة ونشوف بقى شكل الملبن. ولو عايزة تعملي كحك سادة هيكون معانا جميل جدا. ففي بقى ناس بتحب الكحك اللي بالملبن زي كده، تعالوا بقى نقطع كده بالسكينة ونشوف بقى الكحكة قد ايه دايبة، والملبن كده مظبوط وحشوة مظبوطة، وكمان الكحكة ناعمة جدا. يعني مجرد ما بتضغطي عليها هي بتدوب اصلا لوحدها. وكمان تقدري تشيليه من على الصينية وترصيه في العلب، مش الكحك اللي هو بيتفتفت معانا. فالمقدار ده مظبوط جدا. اللي بيتحكم معاكي في نوعية الكحك هي كمية المية اللي بنزودها. زودي بقى المنكهات اللي بتحبيها. برضو كده كام ملحوظة، نشتغل في العجينة ان احنا نزود المية بالكوب المعياري. اضافة خرج الموز بتدي طعم حلو جدا للكحكاية. كمان التسوية لازم الفرن يكون درجة حرارته هادية. جربوا بقى الوصفة دي او وصفة الكحك اللي هو بالبيكنج باودر، عملت لكم كده كل وصفة لوحدها منفصلة. فجربوا بقى وصفات العيد بمقاديرها، كل حاجة مظبوطة يعني عن تجربة سنين. فجربي وانتي مطمنة. امشي على كل المقادير مظبوطة بالجرامات، وكمان استخدمي خامات كويسة. واهم حاجة في نواعم العيد نختار نوع الدقيق الكويس. انا مستخدمة النهاردة نوع دقيق اللي هو الزعيم. في نوع دقيق اسمه الاهرام او اي نوع دقيق فرنساوي هيطلع معاكي نواعم العيد ولا غلطة. فده كده حبايبي كان كحك النهاردة، الكحك على السخن. جربوا الوصفة وان شاء الله تعجبكم، واشوفكم بقى على خير في فيديو جديد ووصفة جديدة احلى واحلى. ومع الف سلامة.